اللي بيجيب الخراب واللي بيجيب الفشل واللي بيخليكي زوجة فاشلة مش زوجة ناجحة. يبقى رقم واحد ايه؟ الندية في المعاملة او العناد. فاذا كان العند كما نقول في مصر في الأمثلة الشعبية العند يورث الكفر، فإنه من باب أولى يورث الخراب. إذا كان العناد بيجيب الكفر ما يجيبش الخراب، طبعا يجيب الخراب ويجيب الفشل ويجيب كل حاجة وحشة، وبيخلي البيت مليان عفاريت. بتلاقي فيه كتيبة عفاريت حضرتك بسبب المعاملة الندية أو العناد. لأن القوامة للرجل يعني إيه؟ يعني المسؤولية. يعني لما ربنا اتكلم عن سيدنا آدم وستنا السيدة حواء في الجنة قال ايه؟ فوسوس لهما، يعني الاتنين غلطوا، لكن لما تكلم ربنا عن التوبة قال فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. ربنا حمل آدم المسؤولية ولم يحملها لحواء، على عكس الكتب المقدسة الأخرى التي تحمل المسؤولية لحواء على أن المرأة هي أصل الخطيئة، وأن المرأة هي من حبائل الشيطان، وأن المرأة هي بوابة الشرور، وأن المرأة. لا، لكن في الشريعة الإسلامية القوامة للرجل، يعني تحمل المسؤولية. فإذا كان هو متحمل المسؤولية والقرار قرارك انت، يبقى انت هتتحاسبي قدام ربنا عن هذا القرار، وهو مسؤول دنيويا عن هذا القرار الذي غلبتيه عليه اذا كان عندك ندية او عناد في المعاملة. يبقى رقم واحد بيجيب الفشل والخراب ايه؟ العناد او الندية في المعاملة. وانا اقول لك بصراحة، عايزة تخسري زوجك عامليه بندية، يبقى هتخسري في اول محطة. رقم 2 افشاء الاسرار. افشاء الاسرار يعني ايه؟ يعني ان الجراح اذا خبأتها شفيت، فاكتم جراحك لا تخبر بها احدا. كم من جريح شكى للناس لوعته فزاده الناس ألما فوق ما وجد. يعني ايه؟ يعني داري على شمعتك. يعني طول ما المشكلة بينك وبين زوجك هي صغيرة مهما كانت كبيرة، ومحلولة مهما كان ملهاش حل، اول ما السر يطلع من بينكم انتوا الاتنين لطرف ثالث او طرف رابع او خامس، ساعتها هيبقى المشكلة هتكبر ولو كانت صغيرة، ومش هنلاقي لها حل حتى ولو كان لها 100 حل و100,000 حل. يبقى رقم 1 بلاش عناد ومعاملة ندية. رقم 2 بلاش افشاء الاسرار. ده سيدنا النبي اللهم صل عليه طلق السيدة حفصة اللي هي بنت سيدنا عمر بن الخطاب، سيدة حفصة ام المؤمنين، طلقها لانها افشت سرا، وانزل الله قرآنا يتلى في سمع الزمان الى يوم القيامة اللي هي اوائل سورة التحريم، وبعدها واذ اسر النبي الى بعض ازواجه حديثا فلما نبأت به واظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض، فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا. يعني وده عادة الستات في كل عصر ومصر، أول ما تقول لها بتطلعي سرنا بره ليه؟ بدل ما تقول لك أنا أسفة تقول لك مين اللي قال لك؟ قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. شوف الوعيد الشديد من رب العالمين، إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، اللي هي ستنا السيدة حفصة وستنا السيدة عائشة. ونزل الوحي من الله على سيدنا النبي اللهم صل عليه، قال له الأمين جبريل السلام يقرئك السلام ويقول لك راجع حفصة، يعني رجع حفصة فإنها صوامة قوامة، يعني هي أصلها طيب ومعدنها طيب، لكن رجعها لأنها كويسة. وفي رواية راجع حفصة رحمة بعمر، يعني رجعها عشان خاطر أهلها. يبقى رقم 1 بلاش عناد، رقم 2 بلاش إفشاء سر، رقم 3 بقى اللي بيهد البيوت الخيانة الزوجية أيا كان مظهرها، سواء تمثلت في شات أو مكالمات أو لقاءات أو الخيانة الجسدية لا سمح الله، أو الميل القلبي. إذا مالت الزوجة قلبيا لأحد غير زوجها سواء من الأقربين أو الأبعدين فهذا مؤذن بخراب البيت لا محالة. آدي ال3 حاجات اللي لو حصلت واحدة منهم تبقى زوجة فاشلة وهيبقى البيت مخروب خرب لا محالة. نسأل الله السلامة والسعادة.